صباح الخير عليكم. جالي كذا رسالة النهاردة الصبح يا دكتور، ما تكلمنا على موضوع أسوان وإيه اللي بيحصل هناك، إحنا قلقانين جدا، نعمل إيه، الوقاية إزاي؟ فحبيت كده أختصر لكم الموضوع. طبعا من يوم الأربع اللي فات وظهر كده قصة في أسوان إن في كذا حالة مرة واحدة جالهم أدوار كده، الدور واحد يعني اللي هو إسهال وترجيع وغثيان، وجروا على المستشفيات حوالي مثلا 200 حالة راحوا. يعني القصة كلها ظهرت تقريبا في قرية أو قريتين، يعني بلدين كده هناك في أسوان. المهم ان معظم الحالات راحت المستشفى خدت علاج ومشيت على طول. يعني تقريبا اللي اتحجزوا 63 حاله او يعني حاجه كده، و16 حاله مثلا خرجوا، اللي فاضلين مثلا 50 او اقل هم دول اللي ما زالوا محجوزين في المستشفى. طيب ايه الموضوع؟ طبعا ما حدش لسه عارف بالظبط ايه الموضوع. في ناس قالت لك اصل الميه ملوثه، ميه النيل. طبعا وزاره الصحه بعتت وفد من الطب الوقائي وفحصوا الميه وقالوا ما فيهاش اي حاجه. في ناس بتقول لك في اكل مسمم، في معرفش ايه. فكل ده احنا ما نقدرش نقول بالظبط ايه اللي حصل، احنا كلنا قاعدين مستنيين نعرف ايه اللي حصل. المهم ان في ناس بدأت تتكلم تقول لك ده دور الكوليرا اللي كان بيجي زمان وانتشر تاني، فهل ده فعلا كوليرا ولا لا؟ الله اعلم، انا ما اقدرش اقول. احنا منتظرين يعني الجهات الرسميه هي اللي بتحدد وتقول دي كوليرا ولا لا. بس الناس عايزه تعرف إيه لو هي كوليرا فعلا، ايه هي الكوليرا وازاي الوقايه منها. الكوليرا عباره عن نوع من انواع البكتيريا اللي بيتنقل عن طريق الفم. يعني ايه بيتنقل عن طريق الفم؟ يعني بيدخل الجسم عن طريق الفم. بيدخل في ميه، بيدخل في اكل ملوث، بيدخل في واحد مثلا ايده لمست البكتيريا وحطها في بقه. فبالتالي نفهم من كده طرق الوقايه بسهوله، بمعنى ان انا المفروض اغسل ايدي كويس، اغسل الاكل كويس، يا ريت الاكل بتاعنا يتغلي كويس. الميه طبعا يا ريت تكون ميه ضامنين ان هي نظيفه. يعني لو عندك فلتر تمام، هتشتري ميه معدنيه مفيش مشكله. لو هنجيب ميه من الحنفيه مفيش مشكله، بس يا ريت نغليها الاول على الاقل 10 دقائق او ربع ساعه، وبعدين نبقى نبردها ونسقعها ونستخدمها. في ناس بتستخدم الكلور في ان هي تعقم الميه، مفيش مانع، ممكن استخدم نقطه كلور على لتر الميه. يعني كل لتر قصاده نقطه كلور تعقم الميه. دي كلها طرق ازاي اكافح الكوليرا. طبعا لو حد حس بالاعراض اللي احنا قلناها بتاعه ان هو جاله ترجيع او اسهال او غثيان او حاجه من الكلام اللي هي النزلات المعويه المعروفه، طبعا توجه لاقرب مستشفى. لان في ناس هتكتب لي في التعليقات ايه العلاج يا دكتور. العلاج بيتحدد حسب الحاله يا جماعه، مش كل ما الناس عندها عرض معين العلاج بيكون واحد. يعني لو عندي 20 واحد بيكحوا، ال 20 مش هياخدوا نفس العلاج. لو عندي 20 واحد عندهم اسهال مش هياخدوا نفس العلاج. كل حاله ليها علاج. انت بتقول العرض، لكن العلاج بيختلف حسب كل حاله وتفاصيلها والعلامات اللي احنا بنشوفها على الحاله. فالمطلوب منك لو حسيت ان في مشكله، سواء طفل او حد كبير، بنروح للدكتور او بنروح اقرب مستشفى وهو بيحدد العلاج. يا اما يكتب لك علاج تاخديه في البيت وتروحي، او لا قدر الله لو شاف علامه من علامات الجفاف ودي اخطر حاجه، هيحجز الحاله في المستشفى وتاخد العلاج المناسب لحالتها. ربنا يحفظكم جميعا ويسترها علينا، واللي عنده سؤال يكتب لي في التعليقات. شكرا.